حقق الاتحاد بداية قوية في الموسم الحالي بعدما فاز في مبارياته الأربع الأولى دون قبول أي هدف مع قوة هجومية رهيبة، حيث سجل الفريق 12 هدفا. ومن جهته حقق الهلال فوزا قويا على الرائد بنتيجة 4-0، وفوزا آخر على الاتفاق بنتيجة 2-0. وقد حافظ حارس الفريق الجديد المغربي ياسين بونو القادم من نادي إشبيلية الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية على نظام شباكه خلال المباراتين. وسيعول الهلال على بونو من جديد للوقوف وجه القوة الهجومية الرهيبة للاتحاد بقيادة النجم الفرنسي كريم بنزيما، حيث ستتجدد المواجهة بين اللاعبين من مباريات الدوري الإسباني الليغا إلى الدوري السعودي بنسخته الجديدة، بعدما تقابل في مناسبات كثيرة في مباريات ريال مدريد وإشبيليا.